ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل برجر في البيت. هنعمله بطريقة اسهل وانضف واطعم واوفر كمان من برجر الشركات اللي بيبقى مليان مواد حافظة وفول صويا. مش كده وبس، احنا كمان هنحضر مع بعض ساندوتش بيج تيستي عظمة مليان اضافات، وهنعرف ازاي كمان نحفظه في الفريزر فترة طويلة. هو اصلا من طعمته مش هيستنى في الفريزر اطلاقا. وهنحضر مع بعض كمان صوص البيك تيستي المميز اللي كلنا بنحبه. هنعرف كمان ايه السر اللي بيخلي طعم البرجر بتاع المحلات او المطاعم طعمه بالشكل ده وبالريحة دي، وما بيخليش الولاد ياكلوا البرجر اللي احنا بنعمله في البيت. هنبتدي دلوقتي الوصفة، بس قبل ما نبتدي انا زوزو ابراهيم. لو عجبكم الفيديو حطولي لايك وكومنت واعملوا شير كتير لاصحابكم. دلوقتي احنا هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، اللي يقدر يجيبها بلدي اللي يقدر يجيبها مجمدة، طبعا دي حاجة بترجع للإمكانيات بتاعت كل واحد. هنحط عليها حوالي ربع دان من عند الجزار، يعني لو احنا هنشتري اللحمة من عند الجزار هو بيبقى عارف، يعني تقريبا الموضوع كله هيبقى حوالي كيلو الا ربع. نص لحمة مفرومة وربع دان. هنحط عليها فنجان حليب، ده يخلي اللحمة طرية وجوسي. وهنحط عليها كوباية بقسماط مطحون، البقسماط هيخليها تمسك معايا وما تكشش في الطاسة واحنا بنعملها. حطينا كمان معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود. وهو ده بقى السر، الخلطة بتاعة الشركات. انا استخدمت خلطة كنور، الحقيقة انا استخدمت كذا خلطة قبل كده، بس هي الوحيدة اللي كان ليها طعم وريحة قوية جدا هي خلطة كنور. اللي عايز يستخدم اي نوع منتج تاني او شركة تانية يستخدم، بس دي نصيحة يعني. طيب احنا هنبتدي دلوقتي نعجن كويس جدا بايدينا عشان كل المكونات دي تختلط ببعض. الريحة قوية جدا واصلة لآخر الدنيا، يعني هي لسه أنا بعجن فيها والريحة قوية جدا. هبتدي أعجن كويس جدا بإيدي لحد ما تبقى بالشكل ده. اللحمة طرية جدا وناعمة، الحليب اداها طراوة ونعومية، وريحتها فظيعة كده وهي لسه نية لسه ما استوتش. يلا طيب بقى نبتدي ان احنا هنشوف ازاي هنعملها زي البرجر بتاع بره بالظبط. انا جبت المكبس بتاع البرجر ده، يعني جبته تقريبا بحوالي 50 60، موجود متوفر في كل محلات الأجهزة المنزلية. وهجيب أكياس بلاستيك وأقطعها كده مربعات، وأحط طبقة من تحت وطبقة من فوق عشان لما أجي أحط البرجر عليها وأضغط عليه بالمكبس ما يلزقش ويطلع معايا بسهولة. هاخد قطع قطع كده كور على قد المكبس وأفردها كويس بإيدي. طبعا هعملها بأي سمك أنا عايزاه، يعني عايزاها رفيعة عايزاها سمكها أتخن شوية. هفردها كويس جدا وأحط الطبقة التانية من البلاستيك عليها والمكبس واضغط جامد جدا. شايفين المنظر طلع بالشكل ده. دلوقتي هطلعها طلعت معايا بسهولة لاني حاطة كيس من فوق وكيس من تحت. شايفين المنظر، شايفين السمك قد ايه. عمري ما اشتريت برجر من اي نوعية من الشركات ولقيته طبعا بالحجم ده ولا بالسمك ده ولا بالريحة دي ولا بالنظافة دي. هعمل كمان كذا قطعة. طيب انا دلوقتي لو انا مش عندي المكبس ده اعمل ايه؟ ممكن احط الكمية كلها ما بين كيسين بلاستيك، يعني احط الكمية، افرد كيس بلاستيك واحط كمية المفروم عليها وافردها واحط عليها طبقة تانية من الكيس. ممكن بظهر كاس اعملها دواير او بغطا علبة، او ممكن كمان اعملها بغطا علبة النستو لحد ما تديني الشكل ده. بسويها بايدي
عشان تديني الشكل الدائري كويس. الكمية دي تقريبا هتعمل لي في حدود من 12 قطعة ل15. الحليب طبعا اداها طراوة، والبقسماط كتر الكمية شوية، وفي نفس الوقت مش هيخليها تكش وانا بعملها. اضغط جامد عشان تبتدي ان هي تفرد جوه المكبس. شايفين الشكل؟ ادي كل الكمية. طبعا استحالة لو كنت جبتها من اي شركة، الحاجات المعلبة اللي بره او من السوبر ماركت عمرها ما تبقى بالمنظر ده، ولا بالحجم ده، ولا بالريحة دي، ولا باللون ده. وطبعا عمرها ما هتبقى لحمة صافي. كله بيحطوا فيها فول صويا الخطر على الأطفال، بيحطوا فيها إضافات كتير جدا، ممكن ما تلاقيش أساسا ربعها لحمة. عملناها في البيت بطريقة سهلة مش مكلفة. الولاد هيحبوها جدا، ريحتها فظيعة. هو السر دايما في الخلطة، ودايما في التوابل اللي بتتحط عليها. أنا بقى كان عندي بواقي برجر بتاع محلات، هوريكم ازاي شكله. ادي شكله. ده كنت جايبة برجر فراخ، مع انه منتج معروف ومشهور، شركة معروفة، لكن بصوا المنظر، اتنين ولازقين في بعض، والاكياس عاملة ازاي، لا ريحة ولا طعم ولا منظر، ورفيعة جدا، واتحطت في الطاسة كشت كمان فوق ما هي قد كده. شايفين؟ تعالوا بقى نقارنهم الاتنين ببعض. ادي اللي انا عاملاها، وادي اللي كانت في الشركة. منتج معروف جدا والناس كلها بتجيبه، وغالي جدا جدا. اللي انا عملته تقريبا نص السعر. طيب هبتدي بقى دلوقتي اعلبه. اجيب علبة، اي علبة عندي، وافرد فيها كيس بلاستيك كده، وابتدي ان انا ارص البرجر جواها. ليه حطيت كيس بلاستيك؟ عشان يسهل لي لما تتجمد في الفريزر اقدر اطلعها بسهولة، ما تبقاش لازقة في بعضها. هبتدي ارصها كده واحدة واحدة. واشيلها في الفريزر. هما الولاد اساسا اول مرة هياكلوا منها، مش هيستحملوا ان هي تستنى في الفريزر خالص، هيطلبوا منها على طول. منظرها يفتح النفس، تحفة. نجرب بقى واحدة دلوقتي. نبتدي نحضر ساندويتش بيك تيستي عظمة. انا كده قفلت العلبة واشيلها في الفريزر. هبتدي بقى اقطع فلفل الوان عشان احضر الساندوتش بتاعي. اي اضافات عندي في البيت، احط طماطم، احط فلفل، احط خس، كابوتش، احط خيار مخلل، احط هالبينو. اي اضافات موجودة عندي، نحط شيدر. انا خللت الخيار ده في نص ساعة. تعال اقول لكم خللته ازاي. جبت الخيارة، وجبت طبق غويط، وحطيت فيه مية سخنة من الكتل، وحطيت فيه معلقة ملح كبيرة ومعلقتين خل كبار، وغطيت عليه نص ساعة بقى بالمنظر ده. ما أخدش وقت إطلاقا. ينفع في عزومة، لو عندي عزومة سريعة وما عنديش أي حاجة مخللة وعايزاها على الغدا، ما خدتش وقت. هي نص ساعة واتخللت. طيب يلا بقى نحضر كمان الصوص بتاع البيك تيستي. حطيت كاتشب، على مايونيز، على مستردة.
نقلبهم مع بعض. شايفين الألوان تحفة، كمان ريحتهم فظيعة، ريحة المستردة فظيعة. يلا بقى نبتدي نحضر كمان الساندوتش. أنا بحب قوي امسك الكايزر واحمصه بحتة زبدة صغيرة، بيدي طعم مختلف تماما لما يتحمص بالشكل ده. الريحة طالعة تجنن. طبعا لو انا مش عايزة اعمل الخطوة دي مش لازم، بتبقى حر، بترجع لكل واحد حريته الشخصية. والاضافات كمان، طبعا في ناس يقولوا انا مش عايز بصل، في اللي يقول مش عايز طماطم. يلا بقى نبتدي نحمر قطعة البرجر. شايفين القطعة ما شاء الله قد ايه، ومش هتاخد لون. نوطي عليها النار، نقلبها كل شوية عشان تستوي كويس، ونضغط عليها عشان تستوي حلو. طبعا كل بقى الإضافات دي على حسب مزاج كل واحد. أنا حطيت شريحة شيدر وقطعة جبنة موتزاريلا، وغطيت عليها لحد ما ساحت بالشكل ده. شايفين الجمال؟ عمرك ما هتخش أبدا أي مطعم مهما كان اسمه وهتلاقيه حط لك كل الإضافات دي. وحتى لو حطها بالمنظر ده، يعني شوف بقى هيحسب التكلفة قد ايه. احنا عملناه في البيت وبأقل من كتير من المطاعم، وأطعم وأنضف كمان وأوفر. السر برضو اللي بيفرق ما بين المطاعم وأكل البيت برضو الخامات اللي بنستخدمها. يعني بصوا برضو الكايزر ده غير طبعا الكايزر الموجود في الأفران. طبعا لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.